هم قوة الحسم، فخر الجزائر في كل الأوقات. حناجرهم تزلزل الأرض، حماسهم يعكس الهيبة والإقدام. إنهم أفراد القوات الخاصة، كلهم قوة واستعداد. هم للشجاعة والإصرار عنوان، حرابهم بقلوبهم الثائرة التي لا تهاب الموت من أجل الجزائر، من أجل استقرار وأمن الجزائر. يمر أمامكم الآن أيها الحضور مربع رماة البحر من المدرسة التطبيقية لجند البحرية الشهيد علي بن نور. رجال متأهبون لكل تحدي، يجسدون مهارة قتالية متقدمة وشجاعة لا تعرف التراجع. يمثلون صلابة القوات البحرية الجزائرية وعزمها في الدفاع عن الوطن. إنهم رجال الفوج الخاص لقيادة الحرس الجمهوري، اختاروا عن إيمان راسخ وعزيمة مهام التدخل والحماية، حماية المناطق السيادية والمقرات الرئاسية. يتدربون اليوم كما سيقاتلون غدا، يقاتلون غدا كما تدربوا اليوم، جاهزون في كل الظروف، يحملون في قلوبهم كل معاني التضحية والوفاء من جيل نوفمبر الأغر. بالخطوة السريعة في حلة استعراضية، كلهم عزم وإيمان على قلب رجل واحد. إنهم رجال المفرزة الخاصة للدرك الوطني، روح انضباط عالية، درجة تكوينهم عالية، رجال نخبة بامتياز بمعنويات عالية، كلهم حيوية ونشاط، استعداد وإقدام. مهمتهم مكافحة بقايا الإرهاب، الجريمة المنظمة واللصوصية، محاربة الإجرام العنيف، تحرير الرهائن والحماية والمرافقة. أمامكم الآن أيها الحضور نخبة الشرطة الجزائرية، تدريبهم عالي المستوى، مجهزون بتجهيزات خاصة، جاهزيتهم عالية. إنهم رجال جمهرة العمليات الخاصة للشرطة، يحاربون كل أشكال الجريمة الخطيرة والمعقدة، مثل احتجاز الرهائن، اختطاف الطائرات، مكافحة بقايا الإرهاب، التدخل عند حدوث مساس خطير بالنظام العام. يقدمون المساهمة العملياتية للمصالح المكلفة بالوقاية وقمع الجريمة المنظمة، مستعدون للعمل في كل الظروف في حدود الاختصاص الإقليمي للأمن الوطني.
أيها الحضور، السيدات والسادة ضيوف الجزائر الأعزاء، تدعونا هذه المناسبة لننتشي من عبق الثورة مآثر وفضائل رجال أشاوس، رجال أبطال عاهدوا الله فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وضحوا بأنفسهم مكابدين أصعب المحن والشدائد في سبيل تحرير هذا الوطن الغالي، وليحيى شعبه سيدا متحررا من ربق الاستعمار. إن هذا الجيش الوطني الشعبي درع شامخ شموخ أمجاد علت الراية الوطنية، استنبط مجده وشعاره من ثورة مجيدة، أمجاد البطولات والتضحيات. فهو السليل استنبط أفكاره من شعار قدم الوطن على كل غال، عن النفس وعن الروح والمال والبدن، لتعيش الجزائر اليوم في كنف الحرية والاستقلال. هو سليل جيش التحرير الوطني، هو سليل من استشهد في معركة ضارية بجبل ثامر، ببسعادة، السي الحواس وعميروش. هو سليل صاحب مقولة ألقوا بالثورة للشارع يحتضنها الشعب، العربي بن مهيدي. هو سليل أسد الأوراس مصطفى بن بولعيد. هو سليل شهيد المقصلة أحمد زبانة. هو سليل قائد هجمات الشمال القسنطيني زغود يوسف. هو سليل من رافقت الشهيدات والشهداء على درب الشهادة حسيبة بن بوعلي. بلباسهم التقليدي الأصيل الموشح بألوان الراية الوطنية، تتقدم أمامكم فرقة المزاود لقيادة الحرس الجمهوري بخطوات متزنة لتقديم عرض كوريغرافي متناسق وعزف باقة من مختلف الطبوع الغنائية الوطنية النابعة من تراثنا الجزائري العريق، عراقة وطننا المفدى. أداء هذه الفرقة متميز ومحكم، يبرز بكل وضوح تمسك العسكري الجزائري بهويته وتراثه الضارب في عمق الحضارة الإنسانية. هذه الفرقة شرفت الجزائر في كل المحافل الدولية ومهرجانات الموسيقى العالمية، تلقى كل الإعجاب والتقدير في المناسبات والمحافل الوطنية بحركات كوريغرافية ستشكل أمامكم أيها الحضور ضيوف الجزائر، ستشكل أمامكم هذه الفرقة تمثيل مختصر للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. وبعدها ستشكل الرقم 70 رمز ذكرى نوفمبر المجيد. فداك العمر يا وطني مدى الأيام والزمن، لك الأرواح نهديها بلا خوف وبلا ثمن.
السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السادة الرؤساء ضيوف الجزائر، السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الأفاضل، ضيوفنا الكرام بالعتاد، ليقف الشعب الجزائري على المستوى الذي بلغه جيشه من احترافية وتحكم بناصية العلوم والتكنولوجيا العسكرية. يحمل هذا الاستعراض أسمى معاني الوفاء للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة ولإبراز القدرات الردعية لسليل جيش التحرير الوطني. بداية الاستعراض بسلاح المدرعات، القوة الضاربة الرئيسية لقواتنا البرية الباسلة، تعمل على تنفيذ مختلف المهام في شتى أنواع العمليات. أمامكم الدبابة T-55، أول دبابة زود بها قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي. في سماء الاستعراض تشاهدون عبور طائرتين بدون طيار من طراز السئاش 4B من فئة نظام الاستطلاع الجوي على ارتفاع متوسط وتحمل طويل. الدبابة التي أمامكم T-55 كان لها ولأطقمها شرف المشاركة في الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني. تتخصص في تدمير الدبابات والعربات المعادية وإبادة القوى البشرية وتحطيم المنشآت الهندسية، كما لها القدرة على إسقاط الطائرات العمودية المعادية، مزودة بمدفع 100 ملم ورشاش موازي PKT ورشاش مضاد للطائرات عيار 12.7. نوفمبر غيرت مجرى الحياة، وكنت نوفمبر مطلع فجري، وذكرتنا في الجزائر بدرا فقمنا نضاهي سحابة بدر. تصل الآن إلى المنصة الشرفية أيها الحضور، سرية دبابات T-55 المعصرنة. وفي الأجواء تشاهدون طائرة بعدية من طراز WG-700 من فئة الارتفاع العالي والتحمل الطويل، قادرة بفضل تكنولوجياتها المتقدمة على المكوث مدة طويلة في الجو للاستطلاع الدقيق وتحييد الأهداف المعادية بفعالية كبيرة. أمامكم عند المنصة الدبابة T-55 المعصرنة، وتحمل خصائص تدمير الدبابات والعربات المعادية وإبادة القوى البشرية وتحطيم المنشآت الهندسية للعدو.
في أجواء الاستعراض يتقدم تشكيل بقوام 5 حوامات، تتقدمه أكبر حوامة للنقل التكتيكي متعدد المهام مي 26، مرفوقة ب4 حوامات للمناورة الموجهة لنقل وإبرار القوات من طراز مي 171. أمامكم عند المنصة الشرفية وحدة أخرى من دبابات القتال T-62، والتي تعتبر دبابة قتال رئيسية مزودة بمدفع عيار 115 ملم ورشاش خفيف موازي ورشاش مضاد للطائرات. تليها أيها الحضور وحدة فرعية ثالثة من الدبابات T-62 المعصرنة، وهي آلية لإسناد دبابات القتال. أمامكم ضمن تشكيل خماسي يتقدم سرب ل3 حوامات هجومية مي 28 المجهزة بقوة نارية كبيرة لإسناد القوات البرية وسحق الأهداف المدرعة. يليها تشكيل لحوامتين للبحث والإنقاذ من طراز AW 139 الموجهة لمهام البحث والإنقاذ والإجلاء الصحي للأطقم الجوية والبرية. تمر الآن أمامكم أيها الحضور السادة ضيوف الجزائر وحدة فرعية من دبابات القتال T-72 المعصرنة، وهي دبابة قتالية رئيسية تتخصص في تدمير الأهداف المدرعة خفيفة التدريع، مزودة بمدفع 125 ملم وطلقة صاروخ أوكي ورشاش موازي ورشاش مضاد للطائرات ومنظومة لتوليد الستائر. في الأجواء سرب لمروحيات القوات البحرية في تشكيل ثلاثي تتقدمه حوامة للبحث والإنقاذ. وفي الأجواء أيضا سرب ل3 مروحيات تابعة لقيادة الدرك الوطني من طراز أوغوستا 109 الموجهة لمهام الملاحظة والمراقبة الجوية للأهداف المحددة. في الأجواء الآن أيها الحضور تشكيل جوي ل3 مروحيات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني موجهة لمهام الملاحظة والمراقبة الجوية من طراز أوغوستا 109. أمامكم عند المنصة الشرفية دبابات القتال T-90S، والتي تعتبر من أحدث الدبابات، مجهزة بأحدث التجهيزات ومزودة بنظام التشويش الإلكتروني، تتخصص في تدمير الدبابات والعربات المدرعة والقوى البشرية المعادية، لديها القدرة العالية على المناورة، ومزودة بمدفع عيار 125 ملم وصاروخ من طراز أنفار. في الأجواء تشاهدون أيها الحضور تشكيل زوجي لمروحيتين تابعتين للمديرية العامة للحماية المدنية أوغوستا 139 طراز للجاهزية العالية والتحكم الأمثل في تجهيزات هذه المروحية. أمامكم عند المنصة الشرفية تقدم آخر لوحدات فرعية لسلاح المدرعات. أما في الأجواء يختتم النسق الجوي بعبور تشكيل بقوام 3 مروحيات من طراز سوكول الموجهة للتدريب المتقدم على الحوامات. أمامكم وحدات فرعية لسلاح المدرعات BMPT ذات القدرة العالية على المناورة، مزودة بأسلحة قوية وفعالة
وأجهزة متطورة لقيادة النيران، وبحماية ديناميكية مدرعة ضد الوسائل المضادة للدروع. تناور بجانب المدرعات وتسندها خلال مختلف أنواع القتال في جميع الأراضي، خاصة المناطق الحضرية، وهي مزودة بمدفعين دوزا 42 ورشاشان موازيان وقاعدتين لإطلاق الصواريخ الموجهة، كل قاعدة بها صاروخين من نوع أتاكا وبقاذفي قنابل. أيها الحضور، ضيوف الجزائر، في المشارف البحرية أمامكم، من المشارف البحرية لمدينة الجزائر العاصمة، تتقدم القوات البحرية الجزائرية بطلائعها المهيبة، وفي مقدمتها السفينة الشراعية المدرسة الملاح، جوهرة الأسطول البحري الجزائري ومفخرة المنظومة التكوينية، غواصات الأعماق، سفينة القيادة ونشر القوات، الفرقاطات الحربية، الغرابات السريعة، طواف أعالي البحار، كاسحات الألغام. ها هي سفن الإنزال والدعم الإمدادي وقاطرات أعالي البحار. هذا هو وجه البحرية الجزائرية، حصن الأمة ودرعها المتين. عند المنصة تتقدم أمامكم أيها الحضور وحدة فرعية بقوام سرية مشاة ميكانيكية، نواة القوات البرية ومحركها الرئيسي على متن العربات القتالية BMP-1 المعسرنة، والتي تتخصص في نقل أفراد المشاة وإبادة القوى البشرية المعادية في العراء وخلف السواتر، وتدمير العربات والدبابات المدرعة، وهي مزودة بمدفع من طراز دوزا 42 ورشاش خفيف وقاعدتين لإطلاق الصواريخ الموجهة ضد الدروع برق وقاذف القنابل AG-30. السادة الحضور، أمامكم وفي المشارف البحرية وبالضبط في خليج الجزائر العاصمة سيبدأ هذا العرض الرائع. أين ترسو السفينة؟ أين ترسو السفينة الشراعية المدرسة الملاح، جوهرة الأسطول البحري الجزائري ومفخرة المنظومة التكوينية للقوات البحرية الجزائرية، تقف بالأفق بكل أناقة ورقي. إنها ليست مجرد سفينة، بل مدرسة عائمة بصواريها الثلاث وأشرعتها 29. تتقدم أمامكم العربات القتالية BMP-2 المخصصة لنقل أفراد المشاة وإبادة القوى البشرية المعادية في العراء وخلف السواتر، وتدمير العربات والدبابات المدرعة، وهي مزودة بمدفع دوزا 42 ورشاش خفيف وقاعدة لإطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدروع كونكورس. أيها الحضور، الآن يتقدم التشكيل البحري أمامكم، قوة الأعماق، الغواصات الجزائرية، تتقدمهم الغواصة الونشريس، تتبعها الغواصة جرجرة والغواصة الهجار، غواصات من اللواء البحري 21 للسفن الغواصة، رمز للقوة الصامتة. هذه الغواصات هي درع الجزائر في أعماق البحار. غواصات الثقب الأسود القاذف للصواريخ المجنحة بحر بر، غواصات الثقب الأسود القاذف للصواريخ المجنحة بحر بر من أعماق البحار لتدمير أهداف برية في عمق أراضي العدو ومن مسافات بعيدة، ويمكنها استعمال التوربيدات والصواريخ طويلة المدى بحر لتدمير السفن والغواصات. أمامكم أيها الحضور الكريم عند المنصة الشرفية وحدة فرعية بقوام سرية مشاة آلية على متن العربات BTR 60، وهي عربة قتالية مدولبة لنقل الأفراد، مزودة ب4 منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع البرق، قادرة على اجتياز الحواجز الطبيعية والاصطناعية، سريعة الحركة، تعمل ضمن قوام وحدات المشاة لقواتنا البرية الباسلة. أيها الحضور، السادة والسيدات ضيوف الجزائر،
تحية لهذه القوة الرادعة، القوة الرادعة التي تمثل أمامكم على مشارفنا البحرية، هذه القوة التي تحرس حدودنا من تحت الأمواج، سلاح الردع والرد الحاسم من أعماق البحار. أمامكم عند المنصة الشرفية وحدة فرعية بقوام سرية موشاة آلية على متن عربات BTR 80 الجيل الأول، وهي عبارة عربة قتالية مدولبة ناقلة للأفراد مزودة بمنظومة لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع برق تتخصص في نقل الأفراد إلى ميدان المعركة. أيها الحضور ضيوف الجزائر، نرى الآن على مشارفنا البحرية قلب الأسطول سفينة القيادة ونشر القوات قلعة بني عباس، هي مركز قيادة متقدم ومركز عمليات متنقل. يمكن لهذه السفينة حمل عدد من الحوامات والعشرات من العربات المدولبة منها والمجنزرة، يمكن استعمالها كمركز قيادة محمول لإدارة العمليات البحرية، ويمكنها نقل مجموعات من مغاوير البحرية وأفراد المشاة الميكانيكية بتجهيزاتهم وعتادهم الخاص، بما في ذلك زوارق الاقتحام السريعة لتنفيذ عمليات بحرية. تتقدم أمامكم عند المنصة الشرفية وحدة فرعية بقوام سرية استطلاع على متن عربات القتال من طراز فوكس 2، هي عربات مدرعة سداسية العجلات تستخدم للقيام بالمهام الاستطلاعية، مزودة بنظام تحديد المواقع بالإضافة إلى منظومة إطفاء الحرائق أوتوماتيكيا. ومن أجل زيادة الفعالية القتالية للعربة فوكس 2 تم تزويدها بمحطة قتالية للكشف والرماية يتم التحكم فيها عن بعد، وقد تم تجهيز هذه المحطة بقاذف القنابل الآلي ومدفع رشاش ثقيل ورشاش خفيف، وتم تجهيزها بمحطة للرمي بقذائف الدخان وجهاز قياس المسافة وكاميرا حرارية للرؤية الليلية وأخرى للرؤية النهارية. أيها الحضور، السيدات والسادة ضيوف الجزائر الأعزاء، تشاهدون الآن أمامكم نماذج من وحدات الإسناد الناري من مدفعية الميدان، حيث تتقدمها سرية الهاون 120 ملم مكيف على عربة خفيفة لكل الميادين، مما أكسبه المزيد من القدرة على المناورة وسرعة الحركة، يمكن استخدامه في مواقع النيران المستورة، يقدم الإسناد الناري السريع لوحدات الالتحام في مختلف أنواع القتال على مسافات الاشتباك القريبة والبعيدة مع العدو. وصلت الآن إلى المنصة الشرفية سرية الهاون 120 ملم ذاتية الدفع على عربة مدرعة من نوع أسام 4 تليها سرية الهاون على عربة من نوع نمر، تعملان ضمن وحدات الاقتحام لمشاة البحرية والمشاة الآلية، تتميزان بالقدرة العالية على المناورة وتحليل المعلومات وسرعة الرمي مع دقة الإصابة النارية، تمتازان بالفعالية في تدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية المعادية، خاصة المتواجدة على المنحدرات والميول العكسية، وقد زودت العربتان برشاش مضاد للطائرات. أيها الحضور الكريم ضيوف الجزائر، على المشارف البحرية ومن على يسار المنصة تتقدم في العرض بكل فخر الفرقاطات المتعددة المهام الرادع والمدمر من القسم البحري للفرقاطات متعددة المهام. إنها القلاع العائمة التي تجوب البحر تجسيدا للقوة الهجومية والدفاعية، هي رمز الحماية البحرية بمزيج من التكنولوجيا المتطورة والقوة النارية. تعد الفرقاطات عنوان القوة والشراسة، قدراتها القتالية عالية تمكنها من كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية
العائمة منها والساحلية، والأهداف التحت مائية والكشف، وكذا الأهداف الجوية. الفرقاطات تسطر عنوان الهيبة والسيطرة على مياهنا الإقليمية. أمامكم عند المنصة الشرفية أيها الحضور سرية المدفعية للدبابات MT-12، سرية المدفعية المضادة للدبابات MT-12 المكيفة على شاحنة مسطحة، مما أكسبها سرعة التحرك وقدرة على المناورة في مختلف أنواع القتال، بالإضافة إلى قوتها النارية. تتميز بدقة الإصابة وتتخصص في تدمير الدبابات والمدافع ذاتية الحركة والعربات القتالية وكل الأهداف الأخرى المدرعة. تمر الآن أمامكم أيها الحضور سرية الهاوتزر D-30 المكيفة على شاحنة مسطحة. سلاح متميز بإمكانيات نارية عالية، تمتاز بخفة ومرونة المناورة والقدرة على الرمي في جميع الاتجاهات، فهو ذو دقة عالية في إصابة الأهداف والقدرة على الرمي المباشر لمواجهة الدبابات وتدمير القوى البشرية والوسائل النارية المعادية. تتقدم الآن في اتجاه المنصة الشرفية سرية الهاوتزر بوزديكا ذات الحركة عيار 122 ملم. تتميز هذه السرية بالقدرة العالية على المناورة بالحركة والنيران، تستخدم لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية من دبابات وعربات مدرعة ومواقع المدفعية ومراكز القيادة والسيطرة المعادية. أيها الحضور الكريم، السيدات والسادة ضيوف الجزائر، شاهدوا الآن على مشارفنا البحرية سفن الغرابات متعددة المهام. في المقدمة الغراب الزاجر، وعلى الميمن الغراب الضافر، وعلى الميسر الغراب الفاتح، من اللواء البحر 51 للغرابات. هذه الوحدات المهابة لا تقل قوة وشراسة عن سابقاتها، إذ أنه بإمكانها كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية والتحت مائية وكذا الأهداف الجوية، مجهزة بأنظمة أسلحة متطورة لصواريخ طويلة المدى مضادة للأهداف السطحية، وتوربيدات وصواريخ مضادة للطيران، بالإضافة إلى أنظمة مدفعية لعيارات مختلفة ورشاشات ثقيلة وقنابل تحت مائية. هذه الغرابات أيها الحضور ترمز إلى المرونة والجاهزية العالية، هي مستعدة لتأدية أي مهمة سواء كانت في السواحل أو في البحر المفتوح. تمر الآن أمامكم سرية الهاوتزر ذاتية الحركة أكاسيا عيار 152 ملم، سلاح ذو أهمية نارية هائلة يستخدم لتدمير وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية ومراكز القيادة والسيطرة المعادية. له القدرة على العمل في مختلف ظروف المعركة. تتقدم أمامكم الآن سرية مدفعية ذاتية الحركة مكونة من الهاوتزر PLZ 45
مركب على هيكل مجنزرة عالية، تعتبر من أفضل أسلحة مدفعية الميدان في العالم، تتميز بدرع قوية للحماية من الشظايا والأسلحة الخفيفة وقذائف المدفعية، تستخدم لتدمير سرايا المدفعية بعيدة المدى والمدفعية الصاروخية، وتدمير مقرات السيطرة ووسائل الحرب الإلكترونية، وتدمير احتياطات ومؤخرات العدو. تمر الآن أمامكم سرية المدفعية الصاروخية بام 21 المكيفة على شاحنة مسطحة، والتي تعتبر سلاح ذو قدرة قتالية عالية، تعمل في جميع الظروف المناخية، ذات قوة نيران ومدى رمي كبيرين، لها القدرة على المناورة بالنيران والحركة، مما يسمح لها بتأدية المهام المسندة إليها بكل نجاح. السيدات والسادة الحضور، ضيوف الجزائر الأفاضل، تشاهدون الآن في سماء الاستعراض نخبة من قواتنا الخاصة، نخبة من القوات الخاصة لقواتنا البرية الباسلة، في تنفيذ قفز حر وعمليتي يهدف إلى التسلل خلف خطوط العدو. هذا القفز يهدف إلى التسلل خلف خطوط العدو وتحقيق عنصر المفاجأة في عمقه. أمامكم عند المنصة الشرفية سرية المدفعية الصاروخية SR5 متعددة المهام، تتميز بالفعالية والقدرة النارية الكثيفة مع ميزة سرعة الحركة والمناورة في مختلف مسارح القتال. هذا السلاح أضاف المزيد من القوة للإمكانيات النارية لوحدات قوام المعركة لقواتنا البرية. أيها الحضور، من على يسار المنصة يتقدم طواف أعالي البحار المتصدي. هذه السفينة التي تجوب المسافات لتأمين الحدود البحرية، بإمكانها كشف وتدمير كل الأهداف المعادية السطحية والتحت مائية، وكذا الأهداف الجوية. تقوم أيضا بعمليات المنع البحري ومراقبة المجال البحري، كما تحمل على متنها حوامة قتالية ببدائل مختلفة حسب المهمة المسندة. أمامكم سرية المدفعية الصاروخية سميرش بام 30، تعتبر سلاح فعال ذو قدرة قتالية عالية، يعمل في جميع الظروف المناخية، ذو قوة وكثافة نيران ومدى رمي كبيرين، يتميز بالقدرة التدميرية الهائلة للتجمعات المعادية في العمق، وإسكات القوى البشرية والوسائل النارية المعادية في مناطق التمركز وأثناء المسير. أمامكم نخبة القوات الخاصة في هبوط، في إنزال ناجح 100%، بكل فخر ينزلون أمامكم بكل نجاح ودقة. هذا القفز المظلي يحتاج إلى درجة عالية من الذكاء والدقة الكبيرة، ومهارة في التحكم في المظلة على علو يصل إلى 8000 متر. أمامكم عند المنصة الشرفية أيها الحضور سرية قاذف اللهب التي تم تصميمها على هيكل دبابة T90، وهي سلاح فعال ذو قدرة قتالية عالية، يعمل في جميع الظروف المناخية، من مهامه تدمير الوسائل النارية والعتاد المعادي، وتخريب التحصينات، وتدمير وإسكات القوى البشرية المتواجدة في العراء والملاجئ. أمامكم على مشارفنا البحرية في استعراض القوة والجاهزية
تتقدم سفينتي الإنزال والدعم الإمدادي قلعة بني راشد وقلعة بني حماد من اللواء البحري 52 لسفن الإسناد، قلعة أخرى من قلاع القوات البحرية الجزائرية المنيعة. ننتقل بكم أيها الحضور، ننتقل بكم إلى نوع آخر من التأمينات القتالية، وهو سلاح الدفاع الجوي بكل أنواعه، من مدفعية وصواريخ مضادة للطائرات، والتي يملكها الجيش الوطني الشعبي للدفاع عن حرمة التراب الوطني. تتقدم أمامكم الشاحنات المزودة بالمدافع الثنائية المضادة للطائرات من عيار 23 ملم، تتخصص لتدمير الأهداف الجوية المحلقة، الأهداف الجوية المحلقة على ارتفاعات منخفضة ومنخفضة جدا، وكذا تدمير الأهداف البرية خفيفة التدريع. تليها مباشرة السرية المضادة للطائرات المتمثلة في العربات القتالية ذاتية الحركة شيلكا، والتي تتخصص لحماية الوحدات الصديقة والأرتال أثناء مسيرها والمنشآت الثابتة من هجمات العدو الجوية. أمامكم على المشارف البحرية تبرز السفينتين كاسحتي الألغام الكاسح 2 والكاسح 3. هذا النوع من السفن الحربية الذي أضحى لا غنى عنه، كونه يمثل مكمن قوة الأسطول، يتكفل بالبحث والكشف عن الألغام البحرية وتدميرها بغرض تطهير طرق الاتصال البحري والمنافذ البحرية، وكذا فتح الممرات قبالة الموانئ والقواعد البحرية وفي مناطق العمليات لفائدة البواخر التجارية والسفن الحربية. أمامكم عند المنصة الشرفية سرية العربات القتالية المضادة للطائرات فونتزير. تتخصص هذه المنظومة في تدمير الطائرات والحوامات والصواريخ المجنحة والطائرات بدون طيار. يكتمل العرض البحري أيها الحضور بهذا العرض المهيب بقاطرتي أعالي البحار المسعف والمساند، رمز من رموز عزة الجزائر ووفائها بالتزاماتها المنصوص عليها في المواثيق الدولية المصادق عليها. إن هذا النوع من السفن يمكن الجزائر من الوفاء في حدود منطقة المسؤولية في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط بالتزاماتها في مجال البحث والإنقاذ في البحر، ومساندة السفن في مكافحة الحرائق وتلك التي تعاني بسبب العواصف أو الأعطاب، سواء على المشارف البحرية أو في أعالي البحار. كما أن لها دور محوري في مجال مكافحة التلوث البحري الناتج عن تسرب المواد البترولية باستعمال الموانع والسدود العائمة ومضخات الشفط التي جهزت بها بتكنولوجيا جد متطورة وأنظمة دفع غاية في القوة. يمكن لهذه السفن الإبحار في كل الظروف الجوية، ويمكنها مساندة وجر وقطر كل أنواع السفن مهما كان حجمها. أيها الحضور، تتقدم أمامكم الآن باتجاه المنصة منظومة الدفاع الصاروخية أرض جو متوسطة المدى بوك، وهي من أفضل وأقوى منظومات الدفاع الجوي، حيث بإمكانها التعامل مع كل التهديدات الجوية من طائرات استراتيجية ومقاتلة عالية المناورة، وكذا الطائرات بدون طيار. بإمكانها أيضا تدمير الصواريخ التي تحلق في جميع الارتفاعات المتوسطة، بما فيها الصواريخ الباليستية التكتيكية والقنابل الموجهة ضمن مدايات متوسطة وعلى ارتفاعات عالية. تتميز هذه المنظومة بسرعة جاهزيتها القتالية وبقدراتها الكبيرة في مقاومة مختلف أنواع التشويش. أمامكم أيها الحضور ضيوف الجزائر منظومة مدفعية صواريخ تكتيكية عملياتية،
تتخصص في تدمير التحسينات والأهداف المعادية بصورة دقيقة جدا أثبتت نجاعتها في ميادين المعارك والحروب، ورجحت الكفة في العديد منها ذات أهمية استراتيجية وحيوية في عمق العدو، في العمق العمليات للعدو. هي مفخرة قوام المعركة لقواتنا البرية الباسلة، تستخدم لإنزال الضربات المكثفة والمركزة في مختلف أنواع العمليات، وتعمل على إنزال الضربات الصاروخية المركزة على الأهداف المعادية. أيها الحضور ضيوف الجزائر، تتقدم أمامكم الآن منظومة الدفاع الصاروخية أرجو آس 300. هي من المنظومات القديرة في العالم في ميادين الدفاع الجوي، تستخدم للدفاع عن المواقع الاستراتيجية والنقاط الحساسة. فهي فضلا عن قدرتها الفائقة على صد وتدمير الصواريخ البالستية ومختلف الطائرات، فإنها مجهزة برادارات ذات قدرات عالية، حيث تستطيع كشف وتعقب عدة أهداف. السيدات والسادة الحضور، ضيوف الجزائر الأعزاء، في هذا اليوم المجيد تقدم أسطول قواتنا البحرية، تقدم أمامكم أسطول قواتنا البحرية كرمز لعظمة بحرنا ومجده المتجدر في أعماق التاريخ. إننا نستحضر أرواح أبطال واجهوا المستحيل بكل شجاعة وإصرار، ونرى في هذه السفن رمزا للحرية التي حققوها. ها هي اليوم تجسد قوة الوطن وعزيمته التي لا تلين. إنها قوة الحاضر المستمد من إرادة الأجداد، تمخر عباب البحر بعزم وثبات لتظل الجزائر حرة أبية أمام كل التحديات. أمامكم أيها الحضور وحدات الإسناد الناري من مدافع وصواريخ مضادة للدبابات، حيث تتقدم فصائل العربات الخفيفة لكل الميادين المزودة بالمدافع عديمة الارتداد أسبيج 9 وبقواعد لإطلاق الصواريخ برق، والتي تتخصص في تدمير الدبابات والأهداف المدرعة والقضاء على القوى البشرية. تلتها فصيلة العربات بي ام 2 المزودة بقواعد إطلاق الصواريخ المضادة للدروع كونكورس. تتقدم بعدها فصائل العربات الخفيفة لكل الميادين، في المقدمة العربة المزودة بالرشاش الخفيف، تليها مباشرة العربات المزودة بالرشاش المضاد للطائرات، ثم العربات المزودة بالرشاش KPVT، وفي الأخير العربات المزودة بقاذف القنابل آجي 30. إنه الجيش الوطني الشعبي، سليل من كسر أغلال الاحتلال، بل حطمها وداس عليها. هو اليوم في أعلى درجات الاستعداد للدفاع وبشراسة عن السيادة الوطنية، فقد وقف سدا منيعا في وجه البغاة رفقة كل المخلصين، وصد كل محاولات ضرب كيان الدولة الجزائرية وإسقاط الجمهورية. لقد كان وسيبقى الصخرة التي تتحطم عليها مخططات ودسائس المساس بالوحدة الوطنية وباستقرار وأمن الجزائر. هو في جاهزية عالية لرفع كل التحديات. شعاره الدائم الدفاع عن الشعب والوطن، وطموحه الريادة على الصعيدين الجهوي والإقليمي. إنه السليل المرابط على ثغور وحدود الوطن،
وهو على عهد الشهداء باق. أيها الحضور الكريم، السيدات والسادة ضيوف الجزائر، أمامكم منظومة مضادة للدبابات مزودة بصواريخ برق مضادة للدبابات والمدرعات، تختص في تدمير الأهداف المعادية المتحركة بصورة دقيقة. تليها العربات الخفيفة القتالية هامر المصممة للسير في المناطق الوعرة والصحراوية. تليها بعد ذلك عربة نمر 2، وهي عربة خفيفة مدرعة لنقل الأفراد مصممة للتنقل في مختلف التضاريس والمناطق الوعرة. تليها عربات رباعية الدفع مدولبة مراب. ضيوف الجزائر أيها السادة الحضور، تصل أمامكم الآن منظومة سلالم الاقتحام المدعمة بالعنصر الكلبي، وتعتبر هذه المنظومة من أحدث المنظومات التي أثبتت فعاليتها في الميدان. تعمل على تسهيل عمليات الاقتحام للمباني لنقل الاقتحام للمباني والطائرات وللقيام ببعض المهام الخاصة. تتقدم الآن باتجاه المنصة الشرفية إحدى التأمينات القتالية، وهو سلاح هندسة القتال، حيث تشاهدون في البداية مرور العربة القتالية المدرعة المدولبة OT-64، والتي تستعمل لنقل حظيرة قتال هندسية مع منظومة فتح الثغرات في حقول الألغام. تليها دبابة نصب الجسور MTO-20، ثم عربة فتح الطرقات EMR 3. لك أن تفخر يا وطني، لك أن تفخر أيها الشعب الجزائري الأبي، شعب المواقف الحاسمة الثابتة المنتصرة دوما للوطن. أن تفخر بجيشك، بهؤلاء الرجال والحرائر، أحفاد الأمير عبد القادر والمقراني ولالا فاطمة سومر، أحفاد بن بولعيد وابن مهيدي وعميروش. إنهم أبناؤك يا وطني، على استعداد دائم لبذل أرواحهم فداك وفداء الوطن. فالحق غير المسنود بالقوة يبقى سراب بعيد المنال. أمامكم تتقدم إلى المنصة الشرفية بعض النماذج من المحطات الرادارية ومحطات التشويش المستعملة لدى الجيش الوطني الشعبي، حيث تمر الآن محطة رادار أرضي لتتبع المقذوف ELO 260 تتخصص في تصحيح الرمايات المدفعية، ثم تليها محطة رادار كاستا التي تتخصص لكشف وتحديد الأهداف الجوية، ثم تليها محطة التشويش على أنظمة الملاحة الجوية، ثم محطة التشويش اللاسلكي التقني، ومحطة رادار متوسطة المدى. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ها هي السفينة الشراعية المدرسة الملاح وقاطرات أعالي البحار تقدم التحية الشرفية للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وللسيدات والسادة ضيوف الجزائر الأعزاء.
ومن خلالكم نقول تحية تقدير نزفها إلى أولئك الذين أكرمهم الله بالشهادة ودفار الخلود. لهم منا أسمى آيات العرفان والتقدير، لأرواحهم الطاهرة شلالات من الرحمة، ولأفراد قواتنا المسلحة قاطبة، وجيشنا الوطني الشعبي وشعبنا الأبي أسمى عبارات التهاني وأخلص التمنيات في كنف الأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه الجزائر الجديدة. أيها الحضور، يتقدم أمامكم رتل الإسناد اللوجستي شريان قوام المعركة، فهو العامل الحاسم في نجاح العمليات العسكرية، الداعم الفعال للإخلاء والإجلاء، والسند القوي للقوات في المعارك، يضمن التأمين التقني والمادي. ولأن حروب اليوم حروب إمداد بامتياز، وكسبها يعتمد على تدفق الوحدات دون انقطاع، فسلاح النقل ساحب الدور الحيوي لتأمين هذا التدفق، فهو الشريان الذي يغذي القوات خلال المهام العملياتية، إلى جانب التأمين بالمعتمدية لدورها الفعال في ديمومة استعداد المقاتلين بتوفير مختلف التجهيزات والمعدات الفردية من لباس وأغذية. فدورها محوري في إسناد قوام المعركة بمختلف الاحتياجات التي تضمن مواصلة المهام في أحسن الظروف، وبالتالي تحقيق وبلوغ الأهداف القتالية، إلى جانب ودون إغفال التأمين المعنوي بإيلاء العناية البالغة للعنصر البشري ورفع روح الجماعة والتقرب من المرؤوسين والتواصل المباشر معهم. تجري الرياح كما تشتهي سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن. قد دلل الموج في عليائه خطا، إن إلى المجد بالإيمان ننطلق، لا نخشى بحرا ولا نخشى له غرقا، فالحلم في قلوب المجد يحترق. أيها الحضور، السيدات والسادة ضيوف الجزائر، بعد لحظات في سماء الاستعراض سيمر أمامكم النسق السادس الشهيد مصطفى بن بولعيد بعنوان القيادة والقوة الضاربة لقواتنا الجوية. أيها الحضور، إن الأمم تحيا بتاريخها، وتاريخ أمتنا مرصع بالبطولات والأمجاد، ناصع بالقيم الإنسانية السامية التي حملها الرجل الجزائري المقاوم، وحملها أيضا الرجل الثوري المتشبت بأرضه على مر الأزمنة والعصور. إننا نقف اليوم وقفة إجلال وإكبار في هذا اليوم الأغر بكل شموخ لنحيي أبطالنا الشهداء والمجاهدين. أيها الحضور، أمامكم الآن
مربع الدراجات النارية للدرك الوطني، يتقدمهم العنصر النسوي المشكل للرياضات الميكانيكية للدرك الوطني، والذي حقق نتائج باهرة في مختلف المسابقات الوطنية. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في سماء الجزائر صقور تحميها وتصهر على حرمة هذا البلد الطاهر. هم سادة الجو، فخر الأمة ومثال التضحية والولاء للوطن، أجوبون سماء أرض المليون ونصف المليون شهيدا نهارا وليلا وفي كل ظروف. في أجواء الاستعراض سيقوم صقور الجو بتجسيد عبور القوة الضاربة. تتقدم تشكيلة جوية مكونة من طائرتين من طراز ميغ 25 في عرض لقدراتها في ضمان مهام الاستطلاع الجوي، لتفسح المجال لعبور الطائرة الرئاسية إيرباص 345 المجهزة بأحدث وسائل الملاحة الجوية والحماية، مرفوقة في انسجام عال بقوة ل4 طائرات مقاتلة للدفاع الجوي ميغ 29 MM2 في عرض لراق لتفوقها في ضمان حماية المجالات السيادية والمصالح الوطنية. رجال القوات الجوية يجوبون السماء هذا الوطن في كل ظروف، يخوضون فيها مهامهم بكل اقتدار للذود عن حرمة حدوده. في الأجواء الآن تتقدم التشكيلة القتالية الجناح تكتيكي، تتضمن قوة ل4 طائرات للإسناد والتوغل سوخوي 24 و6 طائرات للدفاع الجوي سوخوي 30 لتجسيد قوة الردع الرهيبة لهذا المجمع القتالي واستعراض قدراته القتالية الهائلة بفضل ذخائره الجوية المتنوعة وسرعة اعتراضه للتهديدات المعادية على خطوط اقترابها البعيدة. صقور لا تهاب الليل ترسل النار والويل لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة ومصالح وطننا الغالي. في الأجواء ستتقدم الطائرة G4 من مجموعة الاتصالات الجوية، مرفوقة بانسجام عال بقوة ل3 طائرات للدفاع الجوي سوخوي 30 لضمان الحماية الجوية. يتم خلال هذا العبور إطلاق مشاعل حرارية لتأمين مهام التشكيل الجوي، لتبعث في أنفسنا إحساسا بالفخر والاعتزاز عبر هزيم أصوات محركاتها النفاثة ومناوراتها المحكمة في الأجواء. تشكيل يؤديه صقور الجو بأعلى قدر من الكفاءة والاحترافية لتعزيز حصن الحماية الجوية للأجواء السيادية والمصالح الوطنية. إن خلف كل مهمة جوية صقور بواسل تحل بالعلم والمعرفة، والتزموا بالتدريب والتحضير ليصونوا سماء هذا الوطن. صقور يضربون بشهب لا تصد وصواعق لا ترد لكل من يريد المساس بأمن واستقرار الجزائر، ماضين على خطى أسلافهم تهون عليهم في المعالي نفوسهم. رجال القوات الجوية يجوبون سماء هذا الوطن في كل الظروف، يخوضون فيها مهامهم بكل اقتدار للذود عن حرمة حدوده
والدفاع عن مصالحه السيادية. يختتم العرض الجوي بعبور سرب قوامه 8 طائرات للتدريب القاعد والمتقدم لام 39 لتتقدم على يمينكم لترسم في سماء الاستعراض لوحة بألوان الراية الوطنية، بألوان علم طالما خفق في سماء العز وذرى البطولة، يرسمه حماة سماء الوطن ويشمخون به نحو العلا والمجد والسيادة. يتزامن هذا المرور وبتنسيق محكم بعبور سرب قوامه 15 طائرة هجوم يا سوخوي 24 بتشكيل العدد 70 في ذكرى اندلاع ثورتنا المجيدة. فحماكم الله يا نسور الجزائر، أنتم سادة الجو دروع الوطن. السيدات والسادة الحضور، ضيوف الجزائر الأعزاء، هذه بعض النماذج من الأسلحة والمعدات القتالية التي يمتلكها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني للدفاع عن الوطن وحماية حدوده. فالجزائر سعت دوما لتعزيز الأمن والسلم الدوليين من منطلق مبادئها الثورية الراسخة المنتصرة للحق، ووفقا لما تنص عليه القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. جزائرنا قدس الله عزها وبارك ذكرها وعضد بأبنائها سليل الدماء الطاهرة ألقها ومجدها وعلياءها. مرحبا بالسبعينية، مرحبا بالسبعينية، نحيي بها ذاكرة قيمية. مرحبا بالسبعينية، تبقين على عهد الوفاء لشرف تصونه السماء، ونوفيه بهذا المقام تعظيما لدماء الشهداء. رحم الله شهداء الجزائر الأبرار عبر تاريخها النضال الطويل، شهداء المقاومات الشعبية، شهداء الثورة التحريرية المجيدة، شهداء الواجب الوطني. حفظ الله وطننا ومجاهدينا وكل المخلصين البررة. عاشت الجزائر حرة مستقلة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر. السيدات والسادة الحضور، يتقدم الآن السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى، المشرف العام على هذا الاستعراض العسكري المهيب في هذه المناسبة الخالدة، الذكرى 70 لثورة نوفمبر. يتقدم للإعلان عن اختتام هذا الاستعراض.